السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، حياكم الله وبياكم طلاب الخمس العلمي. طبعا رجعنا وياكم بمحاضرة جديدة من محاضرات مادة الرياضيات، وتحديدا الفصل الثاني المتتابعات، وتحديدا المتتابعة الحسابية. بعدما حلينا بالمحاضرة التي المحاضرة السابقة طبعا حلينا بتلك المحاضرة هذا المثال الأول. في هذه المحاضرة إن شاء الله سنقوم بحل المثال الثاني. المثال الثاني نستخدم به القانون. هذا المثال ما استخدمنا القانون، حليناه بشكل مباشر. ليش؟ لأن منطينا الحد الأول. المثال الثاني شيء من عندي. المثال الثاني قال لي أوجد الحد العاشر من المتتابعة الحسابية. منطينا متتابعة حسابية. زين، هذا طبعا المتتابعة الحسابية هو شرد من عندي، يرد من عندي الحد العاشر. راح أقول يو للآن، أكتب القانون تساوي أي زائدا ان ناقصا 1 في دي. زين، راح أجي أكتب المعطيات هنا فوق القانون. أوجد الحد العاشر، إذن يرد من عندي يو للعشر. أوكي هاي واحد. الأربعة، الآي هي 4. ليش؟ لأن بالبداية الآي هي الحد الأول. زين، الدي هي 14 ناقص 9 أو 9 ناقص 4، يعني نطرح الحد من الحد الذي قبله يطلع لي الدي، وهذا النوع أخذناه بالصف الثالث المتوسط. 9 ناقص 4 5، إذن الدي تساوي 5. نجي نطبق القانون. يو للعشرة، طبعا هو يرد من عند الحد العاشر، تساوي الأي 4 زائدا 10 ناقص 1 في 5 يو للعشرة تساوي 4 زائد 10 ناقص 1 9 في 5 يو للعشرة تساوي 4 زائد 9 في 5 45. إذن يو للعشرة تساوي لي 49. هذا هو الجواب. إذن يو، طبعا راح نمسح. أتمنى أنكم كتبتوا هذا الحل. راح أمسح هذا الحل كليته، وراح أكتب بس الناتج اللي هو يو للعشرة يساوي 49. هذه هي الخطوات. شوف عزيزي، 49 هذا هو الحل. إذن يو للعشرة يساوي 49. نختم هذه المحاضرة، والمحاضرة الجاية إن شاء الله نحل المثال الثالث، وهكذا مع بقية الأمثلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.